طبعا لو اي ماده فرد الافضل ليك تطلعها وتحط الكميه على قد العميل هنا. ماده البروتين اللي تتبقى منك ما تحطهاش في العلبه تاني، حط على قدك، لما تحتاج فرشه ولا حاجه احسن ما ترجع ترجعها في العلبه، لان بتبقى خلاص خرجت على الشعر، يبقى ما ينفعش ترجعها في العلبه بتاعتها تاني. تمام كده؟ فحط على قدك. اي نوع فرده واي نوع حمام كريم حطه في العلبه، ما ينفعش من شعر العميل للعلبه، من شعر العميل للعلبه مش احسن حاجه، لان في ناس بتبقى ماسكه حمام الكريم وتدخل كده على العميل ده، وحمام الكريم وتدخل كده على العميل ده. تمام كده؟ الافضل احط على قد كميتي اللي انا عايزها. صعبه؟ امسك كده افتح. الافضل اخلي كل حاجه زي ما هي، وبيكون عندي اللي هي المسطره الخشب اللي انا بشتغل بيها. عارفين اللي هي المسطره الخشب دي، اللي هي اللي بتاعت الاسنان دي؟ دي بتكون افضل بكتير ان انت تغرف بيها وتتعامل بيها وتشتغل، وده بيكون افضل طريقه شغل. ننضف بس المشط من الناحيه التانيه دي عشان نعرف نشتغل بيه. لما تفرد هتشتغل بمشطين كبار الاول بمشطين كبار. لما تيجي تفرد ادي الفرد. اوقات بيكون عندنا الشعرايه ناشفه، مفيش مشكله لو رشيت رشه خفيفه. ليه رشه خفيفه؟ عشان اسلك الشعر. دلوقتي انا بالنسبه لي رشه خفيفه، رشه اللي هو الميه ما توصلش لفروه الراس، ما توصلش لايه؟ لفروه الراس، علشان اسلك بس وعلشان اشتغل. هل دلوقتي وانا برش بجيب على وشه ميه؟ بالنسبه لك كده من بعيد، ولو هاجي كده بيبقى فيه كده ايدك على وش العميل ورش رشه يعني اي ميه بترشها حتى لو بتفرك الشعرايه خفيفه. هات المشط اللي معاك يا مستر عبد الرحمن، علشان لما اجي اشتغل ما اغرقش العميل ميه. يا دوب انا عايز الشعرايه تبقى طريه عشان اعرف اوزع عليها الماده بتاعتي. تمام يا مصطفى يا عصام؟ ابدا اشتغل. ادي الماده، امسك ده، ادي الماده. لو بالفرشه بص وزعت خفيف خفيف من فوق على وش الشعرايه علشان ما تبقاش كتيره. دي الطريقه اللي هي بتاعتنا بتاعت المحلات. طب لو بالطريقه التانيه بص كده، هل المشط دلوقتي واصل لفروه الراس؟ مش واصل لفروه الراس، صح؟ دي الطريقه اللي انت بتشوف بيها الحلاق في المحل بيعمل لك بيها، صح كده؟ طب لو اشتغلنا بالطريقه التانيه اللي هي ايه؟ لو انا بالنسبه لي عملت كده اللي هي طريقه التوزيع التقسيم، هيبقى في مشكله؟ بالعكس افضل بكتير. ودي الطريقه الايه؟ الافضل بكتير. لو انا وزعت كده وقسمت، دي الطريقه الايه؟ الافضل بكتير. بالطريقه دي كده انا كده ابقى وصلت لفروه الراس. تمام كده؟ طب بمجرد ما انا اشتغلت وخلصت وبدات اوزع الفرد كله او اي نوع فرد انا بشتغل بيه، هتقول لي الفرد بيقعد قد ايه على الشعر؟ حسب. في نوع مستورد ممكن يقعد له نص ساعه اللي هو ما يقعد ل 30 دقيقه، فيما فوق فيما تحت على حسب نوع الفرد. اعرفه ازاي؟ اقرا كل حاجه من عليه، سيرش عن كل حاجه، ما انا ما اعرفش انت بكره هتشتغل بايه. طب لو الفرد الشعبي ما بيتابع، ما بيقعدش على حسب درجه النوع الفرد بتاعه او الحمو بتاعه فيه. بيتابع ازاي؟ بيتابعه بعينيك، ما انت بتشوف الشعرات تبدا تفرد معاك بالطريقه دي كده. انا جاي لك اهو واحده واحده بالطريقه كده. انت دلوقتي مع الكيرل بتاعها بتبدا تشوف ان الشعرايه بدات تفرد. مع التسريحه شوف الشعرايه بترجع تعمل ايه؟ ترجع تلم تاني اهي. مع التسريحه في الثانيه تبدا تلاقي الشعرايه ايه؟ تفرد 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 لحد ما توصل للنتيجه اللي انت عايزها واللي انت طالبها. حته الفورمالين اللي محدش عقب عليها فيكم خالص، الفورمالين دي بمثل بسيط قوي كده عامله، عارفين زي البطاس الشعبي؟ عارفين البطاس؟ تعتبر هي الماده الفعاله اللي بتفرد اللي بتفرد الايه؟ الماده على الشعر. انا دلوقتي لو بفرد وانا بفرد فروه المشط بيمشي في فروه الراس، اعمل حسابك لو انت وصل لكده هتقعد تكحت كتير، العميل نفسه هيتضايق ومش هيحب الموضوع. العميل هيتضايق ومش هيحب الموضوع. دايما وانت بتسرح
دايما وانت بتسرح ايدك على الوش عشان ما تكحتش. كده انت فردت الفرد كله ووزعته على الشعر وسرحت. لو الفرد من اللي هو الشعب الاحمر والفرد البطاطس والفرد اللي هو الشعب اللي انت عارف ان هو مدته فعاله وسريعه على وش الشعرايه، سيبه دقيقه في الثانيه وارجع سرح. بص على الماده، سيبه دقيقه في الثانيه وارجع سرح. في ناس بقى بتقوم حاطه ماده الفرد وطك طك طك تكحت في فروه الراس بالمشط، اللسعه ما يبقاش مستحمل يقعد، تلحق تغسل ما يديش النتيجه اللي انت خدتها اصلا او اللي المفروض العميل ياخدها، ما يلحقش ياخد الماده. كده لا انت اديته خدمه والفلوس اللي داخله لك حرام، وبالنسبه لك انت استعجلت ومش فاهم. اسيبه دقيقتين طالما ما وصلتش لفروه الراس، وارجع تاني ادي تسريحه، وارجع تاني اسيبه دقيقتين، وارجع تاني اشوف لحد ما يديني النتيجه اللي انا عايزها اقوم غاسل. طب لو حصل الماده لسعت بسرعه قبل ما اعمل سنه حمام كريم تهدي الماده لحد ما انت توصل للنتيجه. تمام كده؟ تمام. بس الافضل الطريقه اللي احنا بنشتغل بيها، وما تكحتش بالمشط في فروه الراس. المشط اهو كده واصل لفروه الراس، انما كده بيكحت. كده انت بتوصل، عارف انت كانك بتعمل كده مع ماده كاويه فكحت زياده فمش هيستحمل. قول يا كنت اسالك يعني لو ينفع اصلا من البدايه احط سنه كمان كده عشان اهدي شويه. لا، ما انا مش عايز المفعول. لو انا اشتغلت بالطريقه الصح هينجز معايا وقت ويديني نتيجه محترمه وابقى شغال صح. احط حمام كريم لو الشعرايه بدات تلسع وانا ما وصلتش نتيجه اهديها عشان اعرف اوصل له النتيجه. يعني من البدايه يستحسن لا. البدايه يستحسن طريقه الشغل الصح على وش الشعر، على وش الشعر وما كحتش. صعبه. على كده بقى الناس اللي بيعمل لي الفرد ده كان بيخلوا لي حبوب كده يعني. ما هو حبوب بقى ما هو الحبوب بقى والقشره الكلام ده اكبر صعب وكلنا ما هو ايه لازم على وش الشعر. شوف اللي حصل معاك انت مش لو تلاقيها ضربت. حاجه تانية من رابع المستحيلات تخلي عميلك يمشي من محلك وهو حاطط الفرد ويقول لك انا هطلع اغسله فوق، هطلع اغسله في البيت، المحل جنب منك. لو محلك حلاق والتاني جنب منه مستحضرات او علافه يقول لك ده انا المحل اللي جنبك، ما تخرجوش من المحل. وارد يدخل عميل يسرح في البيعه، وارد واحد وانا ماشي كده الاقي شادي وقفني يا حبيبي انت فين الدنيا رايحه جايه عامله، ويسرح في الكلام يروح يغسل يلاقي شعره في الحوض. لا شعره في الحوض خلاص انتهى. حالق عند مين؟ عند ابراهيم، عند محمود، عند محمد. سمعتك اللي وقعت لانه هو ما قالش ان انا اللي غلطت. صح كده؟ فالفرد بالذات من رابع المستحيلات تخرجه من المحل، من رابع المستحيلات. انت نفسك ما ينفعش تسرح عنه عن شغل، لازم تخلصه. قول يا محمود حصل معاك حاجه زي كده؟ لا المشط الناعم اعمل بيه ولا بلاش؟ المشط الناعم ساعتها في حاله ان انا خلصت بالمشط الواسع. لو عايز بالمشط الناعم اللي هو كأن ايه بتاكد من الفرد زياده، بس المشط الناعم بيشيل الماده من على الشعر لان هو ضيق فبيتحس ان هو بيلم. لو انا حاسس ان انا وصلت لنتيجه كويسه خلاص. بس انا شايف المشط الناعم من المشط الواسع كانه بيمط الشعريه زياده، بيقلل الخصله. لو الخصله واسعه في المشط الواسع فبيقلل الخصله، فكانه بيشدها اكتر. قول لي يا مستر احمد. انا كنت بعمل على الفرد الشعبي اللي هو الدوري، كنت شفته معاه بالاستشوار كده كان بيديني نتيجه الفرد حلو. هل ده في غلط على الشعرات نفسها؟ ما اقدرش اقول لك اه ولا، لان انا ما جربتش. لو انت جربتها وجت معاك حاجه كويسه خلاص. بس ما احنا بنشوف ناس بتولع في الفرد وبتولع في الشعر والكلام ده كله، انا ما جربتوش ومش معترف بيه انا كرضا ومالوش لازمه. ده في فرد نزل كده مستقبل عنده يعني ما انا بقول لك ما اعرفوش ولا بعترف بيه ولا بشتغل بيه. مدته قد ايه عشان ولا لما مدته مثلا ملاش مدته على حسب نوع الشعر، على حسب نوع الفرد. مده الفرد على حسب نوع الفرد، مده الفرد على حسب نوع الفرد. تمام كده؟ ملاش شعرات فردت خلاص انت بتتابع بتشتغل. قلت له فين بعد كده وخلاص. خلصت غسلت كويس، تغسل كويس، تنظف الشعرايه عشان لو فيها ترسبات بميه وشامبو. وبعد الشامبو سنه حمام كريم او بلسم تخلي الشعرايه طريه. بعد الفرد بالذات شامبو كويس جدا من فروه الراس ينضف الشعرايه نفسها تنضف. بعد كده بشامبو غسيل، بعد كده بسنه بلسم وحمام كريم تخلي الشعرايه طريه ليس كده في ايدك. عشان الشعر ايه ده مش ايوه، وعشان الشعرايه تبقى مش جافه مش مزيقه. ايه تاني؟ لو عايز مثلا يعمل بعدها استشوار عادي عادي. في ناس اصلا لما بتيجي شعرها كيرلي جامد بيقول لك طب انا ممكن اعمل مكوى بعد الاستشوار. واحد تاني يقول لك انا ممكن اخد سنه تنعيم تمليس خفيفه اللي هو فرد خفيفه كده على الوش
وبعد كده يعمل استشوار بيخلي الشعرايه ليس، يخلي الشعرايه ايه؟ ليس. الجزئيه دي كده خلصنا منها. تمام زي الفل.